السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة فرخة مشوية ومحشية ومستوية من غير ولا نقطة مية. شوف شكلها حلو ازاي، مشرفة جدا في العزايم وسهلة جدا في العمايل. معايا فرخة وزن مثلا 2 كيلو الا ربع او 2 كيلو. معايا كوباية زبادي، معايا 3 معالق زيت، 3 معالق خل، ومعلقة كبيرة عسل اسود. التوابل بتاعتي معلقة بصل كبيرة بودر، معلقة ملح كبيرة، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة من البهارات السبعة او السبع بهارات، ونص معلقة كزبرة. هناخد مقاديرنا دي كلها وهنجيب بولة، هنحط الزبادي ونحط كل المكونات بتاعتنا مع بعض. هنضيف كله يا جماعة. معلقة العسل الاسود دي مكون اساسي في الوصفة. ممكن تبدليها بصويا صوص او دبس رمان، لكن لازم حاجة من التلاتة. وبالنسبة لي انا العسل الاسود صراحة مديني نتيجة روعة، فمش بستغنى عنه ابدا. هنقلب بقى كده جامد لحد ما الخليط يتجانس والزبادي يتفكك كده من بعضه. هنحط بقى الفراخ بتاعتنا في قلب الخليط دوت، ونحاول نوصل الخليط ده لكل جزء في الفرخة. نقلبه كويس جدا وندخل جوه وبره علشان الفرخة لحم الفرخة يشرب من التتبيلة. تتبيلة حلوة جدا وطعمها رائع. انا حطيت الفرخة وكان كمان عندي دبوسين حطيتها معاها. هنغطي بقى الفرخة بالبلاستيك راب ونسيبها كده تشرب من التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل. في حلة بقى على النار هنجهز الرز بتاع الحشو وكمان بتاع السيرفيس اللي هنعمله النهاردة. حطيت سمنة وزيت ومعايا ملح وفلفل وسبع بهارات، ومعايا معلقة قرفة. والمرقة الدجاج الفورية دي هي الوصفة الأصلية فيها مرقة دجاج، بس ممكن تستغني عنها زيي لأن أنا مش بستخدمها. انا معايا نص كيلو رز بسمتي نقعاه بقاله ساعة في مية دافية. نزلت بالبصلة وحمرتها، مش حمرتها، شوحتها لحد ما لونها بس يغير. يعني لما البصل يبقى شفاف هنضيف عليه على طول التوابل وياخد تقليبتين، وما نكترش برضو تقليب التوابل في السمنة عشان ما يمررش. هنضيف بقى الرز ونقلبه كويس جدا. مفروض ان نص كيلو رز بياخد، هو تقريبا كوبايتين ونص رز، فالمفروض ياخد 5 كوبايات مية. فانا حطيت كوبايتين بس وسبته يشربهم عشان اخد جزء منه احشي بيه الفرخة، 3-4 معالق كده. وباقي الرز ضفت عليه باقي المية وسبته على نار هادية يستوي ويتشرب مع نفسه بقى. وانا بحط البصلة في الاول سبت جزء منها ربعها تقريبا عشان هقلبها مع الرز اللي هحشي بيه الفرخة. حطيت عليه ملح وفلفل وقلبته مع الرز. الحركة دي بتدي طعم رائع للرز، بيديه طعم مختلف وحلو جدا. هنحشي بقى الفرخة بالرز ونحاول ندخل الرز كده في الفرخة من جوه، ونحط الكمية المناسبة ليها، يعني ولا نقلل قوي ولا نكتر قوي، ونضم الفرخة كده على بعضها وانا مش بقفلها بأي حاجة. هنجيب بقى صينية فيها مية، هنحط فيها 3 فصوص حبهان ونص معلقة بهارات وعليها شبكة، وهنحط الفرخة عليها. هنغطيها بالبلاستيك قبل الورق الفويل علشان طبعا هو مش صحي، ويكون اللون الشكل اللي بيلمع يكون ايه يعني لجوه مش لبره عشان يوزع الحرارة صح. بعد هي تخش بقى في فرن والع بقاله فترة او بقاله تقريبا نص ساعة على نار عالية. في الرف اول رف بعد الصاج من تحت لمدة ساعة ونص. اخر 10 دقايق بنشيل الورق من عليها وبنسيبها تاخد اللون من غير بنفتح اي شواية ولا اي حاجة. بنقدمها بالشكل ده وبنحط جنبيها شيبسي او اي طريقة للتقديم تحبيها. الطريقة دي مخليه الفرخة طعمها حلو جدا واستوت كويس جدا.
من غير ميه ومن غير اي حاجه. هنروح بقى للرز بتاعنا اللي كان بيستوي على النار، وهنغرفه في السيرفيس. هنضيف الرز في السيرفيس. انا كنت عامله كبده فراخ مقطعاها ومشوحاها مع فص ثوم بحبه زيت وقطعه من السمن، وجبت كمان اللوز سلقته 10 دقايق على النار، وقشرته وقطعته وشوحته برضو بمعلقه سمنه. هنضيف بقى الكبده على الرز من فوق، وادي الزبيب واللوز. الاكله دي بتبقى طعمها حلو جدا جدا، والفرخه صدقيني يعني لو جربتيها عمرك ما يعني هتبطلي تعمليها. الطعم مختلف فعلا، والسوا حلو جدا مستويه جدا. ولو عجبتك الوصفه بقى ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.